الأهلي يفوز على المصري 4-0 مع الرأفة، وتألق لجميع لاعبيه في خاصة في الشوط الثاني من اللقاء. دخل الأهلي اللقاء حتى الدقيقة 43 الأهلي ما كانش موجود، كانت كور رايحة جاية رايحة جاية وكور بتتقطع، الأهلي ما كانش موجود. يبدأ الأهلي يدخل في المباراة من الدقيقة 43 بهدف لرضا سليم عن طريق إمام عاشور. هدف حلو. إمام النهاردة عمل ماتش عالي. إمام بيرجع عن الهزار بقى بتاع ماتش السوبر. لا، إمام بيرجع هو ورضا سليم، لكن عايزين لسه في فترة انسجام. هم عايزين فترة انسجام الصراحة، لكن اتنين لاعبين تقال. والاهلي دلوقتي معلش مش معاه فرقه ولا اتنين، الاهلي معاه 3 فرق، والتلاتة يحطوا على اي حد في الدوري الصراحه. لا، الاهلي السنه دي فريق شرس، وما اعتقدش انه هيفرط في اللقب السنه دي بسهوله. وحتى السنه دي الفرق صعبه، سواء فيوتشر سواء سيراميكا سواء انديه اللي هي الوسط ديت. لكن عندك بقى بيراميدز اللي عندها فرقتين معلش يعني جامدين يعني ما مش هزار. اعتقد هيندم على الاهلي جامد. ويجي في اخيرا ثالثهم الزمالك السنه دي الصراحه، لان الزمالك بعيد شويه، لكن ما اعتقدش هيندوا الاهلي. يعني اللي هيبقى منافس وند للاهلي هو بيراميدز، ده احتمال كبير هيزاحم الاهلي. لكن الاهلي النهارده يلاقي فرقه تخوف، وفرقه مش سهله. يعني مش ده الاهلي اللي خسر من السوبر 1-0. وعودة لاعبين النهارده يعني واحد زي كريم فؤاد لسه راجع اول مباراة من صليبي يجيب جون، معلش معلمة. ولا عبد القادر راجع رجوع اسيست نار. وتاو الصراحة هدفين النهارده. لا، الحلقة عاملة شغل يا حاج تاو. لا، النهارده الفرقة واقفة على رجليها. فرقة تعوض عك ماتش السوبر والبطولة اللي راحت على الاهلي الصراحة، لان انا شايف انها ظلم. يعني حرام بطولة زي دي تضيع على الاهلي من فريق معلش يعني فيوتشر يحط عليه. لكن هارد لك، وان شاء الله الاهلي يرجع في افريقيا، وعندنا بطولات كتير وعندنا لعيبه كتير، بس يشد حيلهم شويه. يعني معلش حرام بعد كده الاهلي يفوز في بطوله وبيكمل فلوس اللي اتصرفت. ونستنى بقى ماتش الزمالك وبيراميدز. اعتقد انها هتبقى على صفيح ساخن، ان بدايه الدوري السنه دي بدايه مولعه. واعتقدش ان جمهور المصري النهارده هيسيب الفرقه كده، ولا الاداره الفنيه حتى. لا، ماتش كان مهزله النهارده للمصري. ونتمنى ان الفرقه بتاعت الاهلي تفضل على المستوى ده اللي كانت بيه الشوط التاني مش الشوط الاول. ونقول لحاج موتست اتعب معانا شويه، عشان احنا لحد دلوقتي بندور على مهاجم لحد ما تيجي. يعني انت عظمه كبيره، بس اتعب معانا شويه. انت مهاجم تقيل المفروض، بس مش تقيل في الحركه. انت مهاجم تقيل في عدد الاهداف مثلا يعني، لكن الحركه لا، انت تقيل حركه قوي يعني. شد معانا شويه، ان احنا فعلا محتاجين مهاجم. واعتقد ان هو الاهلي محتاج مهاجم، والفرقه كده خلاص، كده الفرقه اكتملت. وان شاء الله اللي جاي احسن. نستنونا في ماتش الزمالك وبيراميدز اللي ما اعتقدش هتبقى مباراه سهله، وان المنافسه على القمه السنه دي منافسه صعبه.